بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في أحد، في المكان الذي جرت فيه أحداث غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة بين جيش المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جيش قريش الذي جاء من مكة. كان عدد الجنود أو المقاتلين في صفوف المسلمين 700، وعدد جيش قريش 3000. بعض المعالم الأساسية في ساحة هذه المعركة: هنا على اليمين نرى جبل الرماه، الجبل الذي أوقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام 50 من الرماه لحماية ميسرة الجيش الإسلامي. ومقابل ميسرة الجيش الإسلامي كان سيدنا خالد بن الوليد، مقابلهم كان خالد بن الوليد في جيش قريش. هنا في الوسط في مكان هذا المسجد كان مقر القيادة، مقر قيادة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الجانب يعني عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الميمنة، ميمنة الجيش الإسلامي. ومقابل الميمنة في جيش الكفار كان عكرمة بن أبي جهل. على خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل أسلموا لاحقا. والمعركة دارت في هذا المكان وفي هذه الساحة الممتدة وفي بعض جوانب هذا المكان، خاصة في الجهة في جهة الجبل، لأن المعركة في فصلها الأول كانت لصالح المسلمين، لكن بعد أن بدأوا في جمع الغنائم اغتر الرماة 50 فنزلوا، فكانت هذه غلطة فاصلة وحاسمة في المعركة، مكنت جيش قريش بقيادة خالد، خاصة فرسان الجيش، مكنتهم من الرجوع إلى المعركة من جديد. فكانوا في الحقيقة في الفصل الثاني أقوى من جيش المسلمين، وكان عدد الشهداء في هذه المعركة 70 شهيدا. هذا الذي ترونه، هذا الجبل الممتد هو جبل أحد، يمتد ل7 أو 8 كيلومتر. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: جبل أحد يحبنا ونحبه. وكان مرة فوقه فاهتز طربا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اهدأ أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. شهداء أحد يوجدون في هذه المقبرة التي سأتوجه إليها إن شاء الله تعالى. في هذه المعركة يعني حدثت أمور يعني خاصة، أو أمور استثنائية، أحداث استثنائية. من هذه الأحداث أن رجلا من اليهود لم يكن مسلما، لكن في هذا اليوم ويوم المعركة كان يوم سبت، قال النبي عليه الصلاة والسلام لليهود: إن بيننا وبينكم عهدا أن ندافع جميعا إذا داهم المدينة خطر. لكنهم قالوا رفضوا الخروج معه في يوم السبت، وقالوا اليوم يوم سبت. لكن رجلا منهم وكان من قادتهم قال: تبا لكم لا سبت لكم. فخرج فحمل سيفه وأوصى، وكان غنيا جدا وشريفا في قومه، فأوصى إن قتل في هذه المعركة أن تقسم، أن تعطى أملاكه، وكانت أراضي زراعية كبيرة جدا، أن تعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصرف فيها. فلما خرج قاتل مع المسلمين في هذه الغزوة وقتل، ولم يصلي لله ركعة واحدة. فقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: مخيريق خير يهود، وهو اليهودي الوحيد الذي قاتل في هذه المعركة وقتل شهيدا ومات مسلما وعلى الإسلام. ومن بساتينه ما يعرف بمشربة إبراهيم ماريا القبطية، التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وكان يسكن فيها ماريا القبطية، وهي لا تزال موجودة إلى الآن في المدينة المنورة. ومن الأحداث الاستثنائية في هذه المعركة أن رجلا يقال له قزمان يعني سجل صفحات يعني جليلة في القتال، قاتل قتالا مريرا، قتال الأبطال، وقتل
5 أو 6 من حملة لواء المشركين، وفي آخر المطاف قتل. وقبل أن يموت كان جريحا، فذهب إليه الصحابة يبشرونه، وكأنه يعترض على تبشيرهم له، فقال في آخر المطاف: إني قاتلت حمية ولم أقاتل في سبيل الله، ولم يكن مسلما وكان منافقا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة قبل موته أن يقول لهم: هذا من أهل جهنم، هذا من أهل النار. فيتعجب الصحابة: كيف يذهب هذا إلى جهنم وهو يقاتل معنا تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هنا نعلم أن الراية التي تقاتل تحتها ليست هي التي تحدد مصيرك. الذي يحدد مصيرك هو ما وقر في قلبك من نية، لماذا تفعل هذا ولماذا لا تفعل هذا. من الأمور التي حدثت أيضا في هذه الغزوة ما وقع لحنظلة رضي الله عنه. حنظلة كان في الليلة قبل المعركة، يعني ليلة الجمعة إلى السبت، كانت الليلة ليلة عرس بالنسبة إليه، وكان قد دخل على أو زوجته في تلك الليلة. فلما سمع نداء الجهاد خرج دون أن يغتسل من الجنابة، فقاتل مع المسلمين في هذه الغزوة. وحينما انتهت المعركة سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: ابحثوا عنه. فبحثوا عنه فوجدوه في مكان منفرد وهو مبلل بالماء. فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: اسألوا أهله. فلما سألوا أهله يعني زوجته، قالت: لقد كان جنبا ولم يكن الوقت يسمح له بالاغتسال فخرج وهو على جنابه. وهذا فيه درس بليغ لكثير من الناس الذين يتركون ربما واجبات وفرائض لأسباب تافهة جدا. قد تجد إنسانا يترك الصلاة، لماذا؟ لأن ثيابه منجسة وهو في خلاء أو في سفر أو في جبل. هذه دائما يعني يعفى عنها في مثل هذه الحالات. في مثل هذه الحالات يعني يصلي الإنسان ولو كانت ثيابه نجسة، إن عجز عن إيجاد غيرها أو عن تطهيرها. هذا أولا. إن عجز عن ذلك يصلي بها، لكن لا يضيع الفريضة. فسلم الأولويات كان واضحا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم: الجهاد، وإن كنت على جنابه بسم الله. خرج فغسلته الملائكة، هذا شرف. وحسب علمي أنه لم ينله أحد من الصحابة غير حنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شهداء أحد دفنوا في هذا المكان، في هذه المقبرة، بعد أن نقلوا إليها من مكان آخر، لأن الصحابة الذين ماتوا في هذه المعركة كانوا قد دفنوا في مكان آخر، فجاءت سيول بعد عشرات السنين فجرفت قبورهم، فتكشفت بعض الجثث وكأنها ماتت بالأمس، حتى نزف سيدنا حمزة دما ويده على جرحه بعد عشرات السنين. وهذا الذي نعرفه عن الشهداء، أنها لا تأكل أجساد الأرض لا تأكل أجساد الشهداء، فنقلوا إلى هذا المكان. لكن قديما كانت هذه القبور يعني معروفة، لكن حاليا هي على هذه الحالة. في وسط المقبرة نرى مقبرة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وبالقرب منه عبد الله بن جحش، وبالقرب منه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا.